ولكن الشرط الوحيد باش نجبد الكنز هو انني خاصني شي دري يكون زهري. الفقيه الحاج احمد والمساعد ديالو جوج ديال المجرمين في رحله البحث عن الاطفال الزهريين كيحددوا المكان اللي كيعتقدوا باللي فيه الكنز. في المرحله المواليه كيقلبوا على الطفل الزهري اللي فيه المواصفات اللي كيقلبوا عليها، من بعد كيسوقوا الدري بحال الخروف للمكان اللي حددوه مسبقا لتنفيذ عمليه الذبح وفق خطه شيطانيه. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حوادث اختطاف عصابات الكنوز للأطفال الزهريين تعود للواجهة. مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. ظاهرة خرافية ما زالت حاضرة في المجتمع المغربي تسهم بدورها في تنامي حالات اختطاف الأطفال، الموضوع المثير للجدل في الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بفئة محددة من الأطفال يتميزون ببعض السمات الجسدية يطلق عليهم لفظ الزهري، يستغلون من قبل المشعوذين في عملية استخراج الكنوز كما يزعمون. وأعاد حادث قتل الطفلة نعيمة بضواحي ساكورا موضوع نبش الكنوز إلى الواجهة باستعمال وصفات سحرية، بعدما تم إلقاء القبض على المشتبه فيه بارتكاب الجريمة، لا سيما أن المعني يمتهن البحث عن الكنوز، ما أثار موجة استياء عبر الشبكات الاجتماعية إزاء استغلال الأطفال الأبرياء في عمليات الشعوذة. ويعرف الزهري لدى عصابات النبش عن الكنوز بأنه الطفل الذي كف يديه يتسم بخط متصل يقطع راحة يده بشكل عرضي، وخط آخر يقطع لسانه بشكل طولي، ويشترط أن لا يتعدى سنه 10، حيث يستخدم هذا الطفل المثالي الذي يتوفر على صفات تنعدم لدى الأطفال الآخرين في العثور على النفائس المدفونة في باطن الأرض. هذوك النوع ديال الفقراء المتطفلين أو طاحوا على النقطة ديال الضعف ديال الشعب ديالنا، هو ملي تيجي تيقول لك مثلا هذا الجن ديال اللي تيدعوا به، هذا الجن اللي تيقول لهم فين كاين الكنز، تيخصهم ديما يعطيوه شي هديه، وديك الهديه تتكون عباره على واحد الدري صغير اللي تيكون عنده واحد المميزات، شي حاجه اللي تيختلف بها على الدراري الاخرين. مثلا تيقول لك الزهري عينيه زهريين، هذاك هو اللي تيطلب منهم داك الجن ديالهم على حسب الاعتقاد ديالهم باش تيخصهم يشدوه تيذبحوه، تيسيل الدم ديالو وتيعطيوه كادو لذاك الجن على حسب الاعتقاد ديالهم ديما اللي ما تنعترفش به، تيعطيوه واحد الهديه، وديك الهديه تقد تكون داك الجن تيطلب منهم العين ديال داك الدري الصغير او القلب ديالو او اللسان ديالو او الكبده ديالو ولا شي حاجه من عنده. كاين طريقه اخرى باش عاوتاني من غير قضيه ديال الدري الصغير الزهري، تيمشيو للطريقه ديال اليد مثلا، تيمشيو لهذا الخط هذا اللي هو الخط ديال الحياه، تيسميوه الخط ديال الحياه، تيعزلوا الدري الصغير اللي عنده هذا الخط متواصل غادي طويل ما مقطعش هنا، هذاك هو الخط ديال الحياه. ولكن هذا الخط ديال الحياه طويل وتتلاقى مع الخط الاخر اللي تيكون طالع من هنا اللي تنسميوه الخط ديال القلب، الا تلاقاو هاد الجوج تيعطوك تقريبا 8، رقم 8 بالرومانيه. دونك هذا هو اللي تيطلبوا لهم الجن اللي عنده هاد الصفات، سواء الزهري ولا عنده يديه بحال هكا. دونك هذاك عنده الحظ باش داك الجن اللي تيعتقدوا به غادي يقول لهم فين كاين واحد الكنز باش يضحيوا ليه داك الدري الصغير. وبعد الانتهاء من الطقوس الخرافية التي يقوم بها الخاطفون، يتم قتل هؤلاء الأطفال قصد طمس معالم الجريمة أو إعادتهم إلى أماكن سكنهم، لكن احتمال ذلك ضعيف للغاية في غالب الأحيان، أو يتم بيعهم إلى عصابات أخرى تنشط في مجال التنقيب عن الكنوز. وفي هذا الصدد قالت نجية أديب الناشطة الحقوقية: ليست الدولة الأولى المسؤولة عن هذا، بل يجب استحضار مسؤولية الأسر أيضا، بحيث تغيب ثقافة التحسيس في الوسط العائلي.
ويترك الأطفال في الشارع فضلا عن عمليات الاختطاف التي تتم أمام المدارس والمستشفيات. وأضافت نجية في تصريح لقناتنا أنها اشتغلت على ملفات كثيرة تخص موضوع نبش الكنوز، بينها ملف يعود إلى سنة 2008 بعد اختفاء طفل صغير ما زال مفقودا إلى حد الساعة، يقال إنه زهري حسب الاعتقاد الشعبي. وأوضحت رئيسة جمعية متقي السولادي أن عصابات البحث عن الكنوز تعمد إلى الاستعانة بخدمات بعض النساء قصد إعداد لوائح بأسماء الأطفال الزهريين الذين يشترط فيهم ألا يبلغوا سن الرشد، موردة يتم اقتياد هؤلاء الأطفال إلى مكان الجريمة اعتقادا من المجرمين أن الجن يطلب قطرات من الدم أو الضحية كلها قصد استخراج الكنز. كما أنهم كيعزموا على الكنز بطقوش الشعوذة في انتظار طلبات الجن، كيحددوا المكان اللي كيعتقدوا باللي فيه الكنز. في المرحلة الموالية كيقلبوا على الطفل الزهري اللي فيه المواصفات اللي كيقلبوا عليها، كيشوفوا عينيه ويشوفوا يديه واش الخط كيقطع اليد باش يتأكدوا باللي الدري زهري. قبل ما يخلصوا الوسيطة اللي كتكفل بالبحث عن زهري ب1000 درهم على كل دري زهري. كوني قانع كونيش لاح مثلا. من بعد كيسوقوا الدري بحال الخروف للمكان اللي حددوه مسبقا لتنفيذ عملية الذبح وفق خطة شيطانية. ودينا لنا واحد يسوس واحد قادير بالضبط واد بورحي تما ديناه. والدري هذا لان مالي المكان وما يطلبوا ليا وديتو وذبحتو ودوزت الدم على يدو، هزيت البصمات ديال يدو وحيدت لي العين اليمنى درتها هديه مالي المكان. واش اللي عطا الله شاف انا قلت لك. قلت لك تعرف المجتمع المغربي مجتمع متخلف بزاف، هذا هو الواقع ديالنا. إلا تجمعوا جوج ديال الصفات، تجمعوا الانالفابيتيزم الانيورونس، ولا تجمعوا هذه راه اي واحد تيجي عندك راه كتثيق فيه. واحد تيقول لك غنجبد لك الكنز، ما تنظنش دابا كاين شي كنز في المغرب. بكري يمكن كان الكنز، علاش ما كانش البنكه، ولا ما كانش البنكه اش كيديروا الناس؟ تيخبيو الذهب ديالهم، الفلوس ديالهم، المجوهرات ديالهم تيخبيوهم في الدار. كاين اللي تيخاف يديرها تحت السداري ديالها، يديرها تحت خشاف الثلاجه ديالو، او يخبيها في السطح. كاين اللي كان تيحفر الحيط ديالو وتيخشيهم تما وتيعاود يبني، تيقول الزمان او كطرى شي حاجه. هذاك هو الكنز اللي تنعرف انايا. في هذا الوقت هذا ما كاينش الكنز، كاين النصب والاحتيال ديال شي وحدين تيدعوا بلا راهم فقيه ولا شي حاجه، راه تيعرف فين كاين الكنز. بحال هذاك السيد اللي تيجي تيقول لك تيقلب لك بشي حاجه باش تيقول لك هنا كاين الماء تحفر البير، هذاك يمكن تيقوا به تيقول لك الماء. واحد تيجي تيقول لك الكنز ولا سير قلب عليه راسك بعد انت هو الاول، كل لقاه راسو راه لاباس عليه. كيسيون تاع الكنز راه ما بقى كنز. مي هذوك مشعوذين تيخلوضوا، عندهم شويه د الانتيليجونس اكثر من شي وحدين. وما ننساوش بلي راه واحد المجتمع عندنا متخلف. دونك اللي جيتي قلتي عليه تيقول لك سي بون كاينه، خاصه شعب طماع تيسمع الفلوس توسكي ماتيريال صافي تينسى حياته. تعطيه كنز بارفوا كنز راه تيكون غير اللويزه، مي هو تيسمع كنز تيقول راه 20 كيلو ديال الذهب ولا ما شحال ديال الفلوس مخبيين. واحد السيد اللي الله يذكره بخير اتصل بيا وقال لي كاين واحد الكنز في النواحي ديال مذاكره. مشيت لعين مكان، عزمنا على البلاصه اللي فيها الكنز. فعلا لقينا تما كاين الكنز، ولكن الشرط الوحيد باش نجبد الكنز هو انني خاصني شي دري يكون زهري. دينا العين مكان، وقبل ما نديه تمكنت واش هو زهري، لقيتو فعلا زهري من عيني ومن يديه. ودينا العين المكان وقرينا واحد البركه الله يتقبل، ودوزت عليه الله يسمح لينا منه. ومدير المكان لما انا تيقنوا بان فعلا كاين الدم، حفرت هزيت الكنز ومشيت. ما نساوش كي ترجع النقطه دائما بالله راه حنا واحد الشعب اللي عندنا واحد
80% يمكن ديال الاميه. والفقيه خصنا نفرقوا ما بين فقي وفقي. كاين الفقي اللي مكلخ والفقي اللي واعي. اللي واعي هو اللي عنده دراسات، مشى للجامعه، دار بحث، مشى لدوال، تيحضر لي السيمينار. وكاين الفقيه اللي غير حافظ القران ما تعرفش يكتب حتى سميت امه. مي هذاك هو اللي خطير على المجتمع ديالنا، ونورمالمون ما خصوش يكون. نتمنى من القدام حتى ذاك الفقيه تيولي تعطى ليه اوتوريزاسيون، تعطى ليه اتيستاسيون، تعطى ليه ديبلوم ديال راه فقيه معترفه به الدوله. راه اسسها واحد العماره تيقولوا ليه الفقيه. علاش؟ حيت حافظ القران، هو ما تعرفش يقطع حتى الشانطي وما تعرفش يكتب سميتو، وراه فقيه. وتلقاه بعض المرات تيصلي بالناس في واحد الجامع. دونك الفقيه خصنا نبداو نميزوا ما بين فقيه واعي قاري مثقف، هذاك ما تلقاش معاه المشكل، وفقيه اللي تيسمي راسو فقيه متطفل حافظ القران او حافظ 4 ديال السورات وتيمثل شويه على الناس، ذاك هو اللي خاطئ. هاد الحاله هما هاد الناس اللي كيخافوش الله، الناس اللي كيتسمى مسمى خادم الجن. هاد الكهانه، هاد الدجاله، هاد النصابه نعلط الله عليهم، هما اللي بدون شعور كيمشيو كيرتكبوا هاد الجرائم، كيخطفوا الاطفال وكيديروا هادشي ديال تيقول لك يبحثوا على الكنز بدون جدوى. علاش؟ غير هذا كيتسمى خادم الجن، غير باش يمشي يتوصل لواحد الحاجه باش يرتكب واحد المعصيه، يمشي يخطف هذاك الابن ولا هذيك البنت من والديها، كيحرموا من الوالدين ديالهم، وكيمشي يرتكب ديك الجريمه وهي بدون جدوى. راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي اللي كاين هو الشيطان ديالو كيستغلهم، القارين ديالهم حيت هما ضعفاء في الدين، الناس متقربينش لله عز وجل، وكيوقع لهم طرف الشيطان، كيوليو هما كيديروا شي حوايج بدون شعور. ولو يكون فقه حنا ما ندعوش بالفقه ديالنا يعني كديننا الحنيف بهذه الطريقه هذه، لا، هذا متربص فيهم الشيطان. هذا الفقه ديالنا ما تيوصلش لهذه الحاله هذه، ما تيوصلش لهذا الشيء اللي ولينا كنسمعوه. هذا زوه، هذا خطفوه على قبل باش يدي زهري، هادي عيني زرقين، هذاك الشيء كل شيء فعل شيطاني. عزيزي مشاهد أنوار بوست، ما رأيك في هذه الظاهرة؟ هل ترى أنها خرافية ولا علاقة بين الأطفال الأبرياء والكنوز؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.